في السينما دايما بيكون في مخرجين بيعيشوك جوه قصص حياة ناس تانية انت عمرك ما كنت تعرف عنهم اي حاجة. لو بتدور في تجربتك السينمائية على الصدق والإنسانية يبقى لازم تعرف مين هو أبو بكر شوقي، صاحب الفيلم الجميل جدا يوم الدين. ده غير فيلمه التاني الجميل برضه هجان. أسلوبه بيعتمد في الأغلب على الواقعية السحرية المليئة بالقسوة، ولكن جواها تفاؤل ودفى وتصالح مع الحياة بشكل عظيم جدا الحقيقة. في أعماله اللي فاتت ما كانش بيدور فيها على النجوم ولا الإبهار البصري قد ما بيدور على رصد الروح والحياة والظروف. مدرسته في التمثيل هي مدرسة الممثل العفوي، علشان يطلع مشاعر حقيقية قدام الكاميرا تلمس قلبك من غير تجميل. وده اللي مخليني متحمس لفيلمه الجديد اللي بيتعرض في السينما دلوقتي، القصص، اللي بيحكي فيه قصة الحب اللي نشأت بين أبوه المصري وأمه النمساوية، يعني تجربة شخصية وفي نفس الوقت هيرصد حال عيلة مصرية كاملة من السبعينات للثمانينات، ورسالة لكل محبين مسلسل ذات. الفيلم ده هيعيشكم نفس الأجواء تاني بس بأسلوب أبو بكر شوقي. انجوي.